لما رجع هاني من شغله لقى بنته هديل اللي سنها 4 سنين مرمية في الأرض وغرقانة في دمها، ويدخل المطبخ يشوف مراته على الأرض ومعمول فيها نفس اللي حاصل لبنتها. يجري بعدها زي المجنون على أوضة ابنه أنس اللي لسه يدوب عنده 2 سنين، يلاقي حوالين رقبته إشارب وخلصان على الآخر. وبعد ما بلغ وجات الشرطة اكتشفوا إن الموضوع بغرض السرقة، لأن في كمية فلوس وذهب كتير مفقودة. ولاحظ الضباط إن في كوبايتين شاي على رخامة المطبخ، وما كانش في أي تكسير ولا في الأبواب ولا في الشبابيك، ومعنى كده إن الجاني شخص معروف للمجني عليها. وده اللي خلى الشكوك تتجه ناحية جوز الباشمهندسة نانيس وجيرانها وكل المقربين ليها، لحد ما جوزها افتكر إنهم كانوا متفقين يعملوا شوية تجديدات في الشقة قبل الواقعة بحوالي 10 أيام، وكان متفق مع النقاشين ومديهم عربون. وشك أستاذ هاني كان في محله، لأن بعد التحقيقات بكام يوم اتقبض على المتهمين ال3 وهم بيبيعوا الذهب اللي سرقوه. وفي الاعترافات قالوا إن عينيهم كانت مزغللة على الذهب اللي كانت نانيس لابساه. واللي كبر الموضوع في دماغهم أكتر شنطة الفلوس اللي دخلت أوضة نومها تجيب لهم منها العربون. فقرروا وقتها إن كل ده يبقى من نصيبهم، ومن ساعتها بقوا يراقبوا هاني كل يوم لما ينزل من البيت. وفي يوم الجريمة يوم 13 أكتوبر سنة 1997 طلع العمارة محمد زكريا علوان وابن خالته محمد خورشد نصر الدين، وخبطوا على الباب. فتحت لهم المهندسة نانيس وقالوا لها أنهم جايين يكملوا الدهانات، ومن ذوقها ضيفتهم وقالت لهم أنا هعمل لكم شاي تشربوه الأول وتبدأوا في الشغل. وأول ما راحت على المطبخ عشان تعمل الشاي قام وراها محمد خورشد وكتب نفسها بإيده، وحسب كلامه إنها قالت له خدوا اللي انتوا عايزينه بس سيبوني أعيش أنا وولادي. وفي عز ما هو بيسرق آخر نفس منها ما تكملش جملتها ومحمد زكريا يديها بالمطوة في جنبها وفي بطنها. وبعد ما تأكدوا إنها ماتت سابوها مكانها وندوا على سيد زكريا علوان إن درج اللي كان بيراقب لهم الجو تحت العمارة. وأول ما طلع لهم الشقة ساعدهم في إنهم يقلعوها الذهب، وبقوا يدوروا على الفلوس في كل حتة. وبسبب صوت الكركبة طلعت هديل هي وأخوها أنس يسألوهم هي ماما فين، وقالوا لهم إنها في المطبخ بتعمل حاجة وجاية. فرجع الولاد يلعبوا في أوضتهم زي ما كانوا، وال3 فضلوا يكملوا تدوير على الفلوس. وفي اللحظة دي قلق محمد خورشد من هديل الطفلة الصغيرة، فكتم نفسها زي والدتها. وعشان يتأكدوا إن مفيش قلق منها ضربها محمد زكريا أكتر من طعنة. وكل ده قدام أخوها أنس اللي عمره 2 سنين، اللي أول ما شاف اللي بيحصل لأخته فضل يعيط ويصرخ بعلو الصوت، وعشان صوته ما يظهرش شالوه وحطوه في الدولاب.